بسم الله. وكيف العادة قبل ما نبدا ما تنساوش لايك وكومونتير، ولا قديتي بارطاجي ما نطولش عليكم. بسم الله ومرحبا بكم في الجزء الثامن من قصتي مع بنت الباترون. انا عندي الحل وما فكرتش فيه، ما عرفتش فين كان عقلي. وشوف ابليس صالح غا فاش كيكونوا البنات، حتى هو عنيبه مقطر. اودي بغيت نطير بالفرحه حيت 100% غنخرج من هنا، ولكن برا كنعرف 3 ديال الناس: ايمان، علي وعثمان. علي بطبيعة الحال كاع ما غادي نفكر نشيق فيه. ايمان حتى هي هربات ديك الليله اللي كنت غادي نتشد الغد ليه باش ما توحش معايا، يعني ما غاديش نشيق فيها. بقى عثمان، وهاد الدري زوين وكيتعامل رجوله وما عمرو غلط معايا، كان كثر من خويا. داكشي علاش ما غاديش نشيق فيه. واش من نيتكم؟ راه ما بقاش نشيق فيك حل الراس من بعد ما تغدرش. بلاتي الواحد اللي نقدر نشيق فيه هو الوالد، ولكن دابا غنعس، راه مشى الحال وكيفيقونا بكري باش نفطروا حتى الغدا ونزيد نفكر. غمضت عيني ومشيت نعسه وحده حتى كيفيق فيا خونا. خرجنا فطرنا وعطاونا حتى كانت ديال فانتا في الفطور، وتنشوف الناس كياكلوا كل شيء وكيخليو غير الكانيط. ما عرفت علاش، يمكن مات لها التاريخ. جيت فطرت وريحت في الكوان ديالي. معروف ما كيوصلوا حتى واحد اصلا، ما يقدروش، خوكم كيخلع. ريحت وبديت كنفكر كيفاش غنصوني على الوالد ونقول ليه بلي راني في الحبس، ونعاود ليه شنو واقع، وبلا ما يكعى ولا يتقلق ولا يتخلع. مشيت شديت الصف على التليفون حتى وصل دوري، ضربت النمره ديال الوالد وبقى كيصوني وانا حابسها غير بالزز. كنت قريب نخسر حوايجي بالخلعه، ولكن ما مخلوعش، غير كنت ترعد وفي داك الشعور ديال الخوف. مهم هي هذيك مخلوع، ولكن راه ما مخلوعش، غير كنت ترعد. بقى التليفون على ودني، شحال عاد كنسمع الو. قلت لي الوالد بخير؟ قال لي ياسر هذا لاباس عليك؟ اولي فين هاد الغبور؟ قلت لي غير في الدنيا الوالد. فين الوالده؟ قال لي راها في الكوزينه تهضر معاها. قلت لي دوزها ليا. بقيت كنتسنى، سمعتو كيعيط ليها، جات كتجري، خطفات التليفون وسمعتو قال لي غير بشويه عليك، راه قلت لك ما عنده فين يمشي. مع شدات التليفون قالت لي ياسر. قلت لها نعم الوالده، غير سمعت صوتي وبدات كتهضر ما بغاش تسكت. قالت لي يا ولدي شوف، راه قلبت عليك المدينه شبر بشبر، وجيت المدينه فين خدام انت، وسولت ووالو، حتى واحد ما عارف شي حاجه، وبوحدي كنقلب عليك. باك كنقولها ليه كيقول لي ياسر راه قاد بشغله، غير شي حاجه تكون واقعه له غادي يسالي ورجع. المهم هي مسكتاتش، انا اللي قاطعتها حيت ما خاصنيش نعيق في التليفون والناس شادين الصف. قلت لها حاجه وحده اللي نبغيك تعرفيها عليا الوالده، هي ولدك ناشط ضاحك، ما خاص والو، وراه غير شي غرض حتى نرجع ونعاود لك، وعلى ما اظن راه قريب نرجع ان شاء الله. وراه غير شاد التليفون عند واحد صاحبي وقريب يتسالى ليه الصول. دوزي لي الوالد بغيتو. دوزات لي التليفون، قلت لي بغيتك تكون عندي هنا الا عندك وقيته خاويه. قال لي ما فيا اللي يجي حتى لتما بعيده المدينه. قلت لي هو غير اجي، راه خاصك تشوف واحد الحاجه. قال لي واخا شي يومين نكون عندك، ولكن خلي العنوان فين نجي عندك. قلت لي اجي للمدينه وشد اوطيل حتى نصوني عليك وعاد نقول لك فين تجي. قال لي صافي واخا. طاعت عليه ورجعت لبلاصتي. وما عرفتش دابا، راه احتمال كبير يصدق لي البلان اللي بغيت ندير، ولكن يقدر ما يصدقش وغيضيع كل شيء. الوالد غادي يجي على والو، وغادي غير يعرف باللي راني في الحبس، والوالده غادي دير رونجه في حياتها. اودي راه ما كنحماش نبقى نفكر بزاف، غادي نحماق. جبت عليها بنعسه وحده. الغد لي كنصوني على الوالد قال لي مازال حتى ما تحرك. ايوا عولنا عليه. كنبغي نقول لي غير كون عندي في اقرب وقت، ولكن غير حسابه واقع شي حاجه ويقولها للوالده، اللهم خلي حتى يجي على خاطره. الغد ليه كنصوني عليه قال لي راه وصل وراه في لوطيل. قلت لي مزيان، شوف اجي للحبس الفلاني اللي في البلاصه الفلانيه وطلب الزياره بسميتي. مازال ما ساليش هضرتي وبدا كيسب ويغوت. شنو درتي يا بنادم؟ اش من حريره درتي فيها راسك؟ فاش تخرج غادي طاعت عليه. فاش نخرج ويكون خير ديك الساعه، واصلا راني عامر مشاكل، ما فيه اللي يزيد يسمع شي واحد اخر يضغط عليا. العشيه جا عندي السيكيوريتي قال لي راه عندك زياره وبغيت زعما نجربو واش داير خدمته. قلت لك منين يجي عندي داك السيد ما تعاودش تعيط ليا. قال لي راه ماشي هذاك، راه واحد اخر. دانا القاعه ديال الزياره ومع دخلت عنده بان لي الوالد. نزلت ديك الدمعه ديال الشوق والحنان، وهو عاوتاني فاش شافني بدا كيدير فيا ديك الشوفه ديال وجهك ماشي وجه الحبس. ما عرفت لاش شدو كمسخوط، يمكن بغيتي تنتحر بشي بسحار.
ريحت حداه وقبل ما يهدر قلت لي شوف، اولا راه داخل مظلوم بلا ما تسولني، ماشي وقيته الاسئله. ثانيا توحشت الوالده وعارفها بخير بلا ما نسولك حيت هضرت معاها. ثالثا راه عيطت لك باش تخرجني وغادي تحط عليا فلوس. بقى كيشوف ديك سبحان من خلقك، قال لي ولدي راه خاصني بزاف باش نخرجك، صبر عليا واحد الشهر نجمعهم. قلت لي ما تجمع والو، عندي الفلوس اللي يكفيوك باش تخرجني ونعيش بهم من الفوق. خونا تعجب وما بغاش يسولني منين دبرت عليهم. وقت الزياره قصير وخاصنا نقضيو الغرض. قلت لي قرب نقول لك فين كاينين الفلوس. قرب وجهو للكرياج، قلت لي بشويه راهم مدفونين في الجرده اللي ورا الدار اللي العنوان ديالها هو، وعطيتو العنوان. قال لي صافي تلاح، غادي نجيب الفلوس ونشوف كيفاش نخرجك. خليتو ورجعت لبلاصتي. مع رجعت بقيت مديرونجي مزيان عليه، عندك يشوفو عالي وداك صاحبو ما نحملش وقع لي شي حاجه وانا هنا. عرفتي مريح فوق السرير ومشبك يدي، وديك الوضعيه ديال شي واحد حاير. عرفتي كنفكر بزاف اكثر من القياس حتى سخن راسي، وكنخمم دابا الا مشى للعنوان ودخل للجرده وما عرفش فين مدفونين بالضبط. سي طادير ما غاديش يلقاهم، سي طادير ما غاديش نخرج، سي طادير غادي نبقى هنا وانا ما حاملش هاد البلاصه. سي طادير خاصني نفكر كيفاش نهرب، ولكن الا هربت غادي يضربني المخرج ديال بريزون بريك كوبي رايت. اودي يكون خير، غادي يلقاهم ان شاء الله. داك النهار داز غير تفكير، ما سولش فيا الوالد. غد ليه فوق الزياره جا عندي السيكيوريتي، مع شفتو قبل ما ينطق سبقت لي عرفت عندي زياره، حل الباب. مشيت للقاعه ما ريحت. قال لي الوالد راه ما لقيتهمش. قلت ليه لا ما يمكنش، راه غير ما قلبتيش مزيان. قال لي الجرده اللي ورا الدار فيها وصفها ليا كما هي، ما يمكنش يكون غلط. وقال لي راه قلب شبر بشبر ووالو. تصدمت وتبدلوا الملامح ديال وجهي وشداتني الخلعه. تنتسنى الوالد يبدا يغوت ولا يكعى. قال لي عرفتي شنو غادي دير؟ صبر عليا شهر ونخرجك. انا صافي تسالاو ليا. قلت لي ما قدرت نقول لك والو من غير سمح لي الوالد. قال لي لا ما تقولش هكاك، شهر ونخرجك. اللي نوصيك هو كون قاصح وكون مع راسك ونشط وما تصرش لك حراس، والوالده ديالك راه ما غتعرف والو. يلا تشلا في راسك. ناض مشى وانا رجعت لبلاصتي، ومض يوم داز 15 يوم الاولى الشهيه مشات وتبدلت بزاف. كنحس براسي غرقت، كنت مريح فوق السرير حتى جا السيكوريتي قال لي وصل رونديفو ديالك مع الطبيبه يسرى. مشيت معاه ووصلني عندها، حيدات لي الكبس وكلشي، يدي تقريبا رجعت نورمال، خاصني غير نبقى نحركها شويه. المهم السيمانه اللي من وراها كالعاده النهار روتين، والعشيه جا السيكوريتي قال لي عندك زياره. مشيت للقاعه وكنشوف عالي وما ابتسمت ما والو، حيت صافي قررت نهار غادي نخرج ويطيح في يدي راه غادي ندير لي مشهد زائد 18. المهم ريحت، قلت لي علاش جاي؟ قال لي جيت غير نقول لك واحد الحاجه ونمشي، دار انا كنسمع. البارح مشيت للدار اللي كنت عاطيك، وبالصدفه بغيت كنتمشى في الجرده ولقيت الاثار ديال الحفير، وعرفت انت اللي صيفطتي شي واحد يجبد الفلوس، واول حاجه فكرت فيها هي بغيتي تخرج بيهم. المهم بغيتك غير تعرف بلي راه الفلوس اللي كنتي مخبي تما ما بقاوش. قالها زعما راه دار شي انجاز، ولكن مع من؟ انا كنضرب على حسابي، داكشي اللي دفنت في الجرده غير 10%، و90% اللي بقات راه نفرقها 10 عواش، كل 10 ودفنتها في قنش. ارض الله واسعه، وانا عارف غير ايمان اللي شكون قالتها ليك، حيت احتمال كبير تكون شافتني، ولكن ما عرفت ان بعد الظن اسم. غد لي صونيت على الوالد، جا عندي زياره، وريتو البلاصه فين دافن واحد 10%، وقلت لي رد بالك لي يشوفك شي واحد جا بحالو. وتانا رجعت وغير كنتفارقوا ما كيبقاش بالي مهني عليه، تنبغي نعرف واش لقاهم واش غيحصلوه. داز يومين بالضبط جا عندي قال لي راه لقى الفلوس، مورا سيمانه غادي نخرج، غير يصاوبوا لي شي وراق. المهم فرحت ولكن ماشي بزاف باش ما نتصدمش، حيت هاد الزهر الغريب عندي حتى لدقيقه 90 ويضرب لي كلشي في الزيرو. ديك السيمانه دازت روتين ماكله ونعاس، ولكن عمرت وقتي كنتريني، واخا سيمانه ما غتبين فيا والو، وحتى يدي راه كنحاول عليها مازال خاصها الوقت. الليله الاخرى نعس بكري لا اساس غدا غادي نخرج. صباح كيفيقوا فيا دوك خوتنا وغير شفتهم ابتسمت وكنضحك بحال شي هبيل. هادو هما اللي خرجوا عشمان داك النهار، شفتهم وعرفت راسي غادي نخرج، وعلى شعور لا يوصف. حلوا لي الباب، خارج معاهم وما متيقش. دايزين من حدا القاعه ديال يسرى وشفت فيها وشافت فيا، بقينا غير كنشوفو.
واش انا فاش شفتها كتشوف فيا هبطت عيني، داوني للباب ولقيت الوالد، وغير شفت داك الجو ديال برا الدمعه نزلات. عنقت الوالد وزيرت عليه حتى قربت نخنقو. قبل ما نطق بكلمه تبعتني يسرى لبرا وقالت لي ياسر على سلامتك. ما بغيتش نطول معاه في الهضره حدا الوالد، قلت لها الله يسلمك. بغيت نمشي وهي تقول لي ايوا ما تخبرش قد زورنا. قلت لها اعوذ بالله، ما باقاش نقرب لهاد البلاصه، الله يبعدني عليها بحال السما مع الارض. عرفتي شنو؟ عطيني نمرتك نسول فيك من بعد. قالت لي قيد. ضربت يدي في جيبي يحسب لي عندي التليفون. قلت للوالده راه تليفونك، عطاه ليا وقيدت نمرتها. قلت ليها نخليك من بعد نتشاوفوا. دورت عيني كنشوف الوالد بعد وشعل كارو. وبالمناسبه منين كنت انا ويسرى واقفين كاع ما شاف فيها، واخا فسرا وكتجبد العين. ترى الوالد عندي الهيبه، نهار تزوج مع عينيه عنده مراتو لاش يشوف في بنات الناس. الوالد اونتي عنب. ايوا يا اختي تبعتو ومشينا لواحد الباركينغ فيه خلا طونوبيلتو، ركبنا وداني لواحد المحلات ديال الحوايج. تقدى ليا من اللبس راه وليت شي بعريان، تقديش ماريو ديال الحوايج. ومن وراها دزنا عند خوتنا اللي شدوني اول مره. خديت تليفوني ومشيت للوطيل. واعا هاتفي النقال توحشتو، مشقوف عندي مربي عليه الكبده والبنكرياس. مع دخلنا للشومبر زيت واحد الحطه من هادوك اللي شريت، دخلت للدوش وسكنت فيه. ترى بحال خرجت من الحرب. حتى في الحبس كنا كندوشو، ولكن كتعطل شويه كيبدا بنادم يحل عليك فمو. دوشت ولبست خرجت جديد، عاد حسيت براسي عايش. خرجت وبركت حدا الوالد، قال لي دابا عاودي كيفاش حتى دخلتي وشنو وقع. عاودت لي البلان من طقطقت السلام عليكم مع ساليت الهضره. وكنا مريحين والطابله حدانا كان حاط فوقها السوارج. ضرب في ديك الطابله بيدو وهالسوارج. قال لي انا وريني هاد عالي وداك الاستاذ حتى رجعوا ليه للمدينه. الوالد شعل ديال بصح ما جا ما يطفيه. دابا قلت لي بشويه وتكالما وراه يلا خرج، ما خاصنا مشاكل وهادو فوتهم عليك، انا غادي نعرف كيفاش ندير معاهم. المهم شحال وانا معاه بالسيف باش تكالما. خرجنا لواحد المطعم وريحنا، والقص وانا غير كنخشي في وجهي بحال شي واحد عمرو شاف الماكله. سالينا وخرجنا للطونوبيل، رجعنا للوطيل. قبل ما ندخلوا للبارك قلت الوالد وقف هنا. طلعت نمشي للشومبر، انا غادي نقضي واحد الغراض. نزل هو وخديت انا الطونوبيل وتحركت. غبرت على لوطيل، جبت تليفون وصونيت على الوالد ديال عثمان. جاوبني عثمان ماشي الوالد ديالو. مهم بدينا بديك الهضره ديال راه خرجت وعلى سلامتك وفرحت لك وخاصنا نسردو فين راك توحشتك. قال لي خاصنا نديرو شي قهوه. قلت لي يا خويا بقينا كنهضروا. قلت لي نتشافوا في القهوه الفلانيه. مشيت سبقته وبقيت كنتسناه في الطونوبيل حتى جا. وراكم عارفين جوج عشرين كانوا في الحبس وتلاقاو برا، راه نوضناها تعناق تما. دخلنا درنا قهوه وبقينا كنهضروا. عاودت لي البلان كيفاش خرجت وشكون هو سبابي باش دخلت. وصفت لي عالي وطلع كيعرفو وعارف حتى فين ساكن. قال لي حتى هو عنده معاه شي حساب، واتفقنا السيمانه الجايه نمشيو حتى لدارو ونديروا ليه داكشي اللي خاصو يدار. يلا نضنا باش نتحركوا. مازال ما خرجت من القهوه كيبان لي علي بطونوبيل ايمان دايز في الشارع. واحلى بلان، لاباس ما شافنيش حيت ما خاصوش يشوفني. من الافضل حتى السيمانه الجايه ونخليها ليه مفاجاه. حتى داز عاد خرجنا حنا، تحركنا وصلتو لدارهم ومشيت للوطيل. لقيت الوالد كيتفرج. قلت لي الوالد امتى غترجع؟ قال لي بقات ليه يومين ويتسالى ليه الكونجي اللي داير، يعني غدا خاصو يشد الطريق. في الليل حتى طاح الظلام. الوالد نعس. خرجت انا هزيت السواد ديال الطونوبيل وخرجت كندور على الفلوس اللي دفنتهم وكنجمع فيهم 80% اللي بقاش. كنت فارق على 8 ديال البلايص مختلفين، جمعتهم كاملين ورجعت للوطيل. دخلت بالسكات للشومبر باش ما نفيقش الوالد. خبيتهم في واحد اللعيبه ما غاديش يشوفها ونعست. غد لي فقنا فطرنا وقال لي غادي يتحرك بحاله. جمع الحوايج وهبط. قلت لي انا مازال غنزيد نريح هنا. في الاول ما بغاش، ولكن مع من زاد خلص داكشي اللي غنزيد نريح. عطيتو شي وراق غادي يحتاجهم. وقلت لي فاش توصل للمدينه حل لي كونط في البنكه. مشى بحالو ورجعت انا للشومبر. دازت ديك اليومين. الوالد وصل وقاد لي البلان اللي قلت ليه. غد لي فقت وفطرت وتحركت للبنك. حطيت دوك الفلوس في الكونط ديالي. وداك الصباح اللي كنا متفقين انا وعثمان نمشيو للدار ديال علي، صونيت ليه وتلاقينا. خدينا طاكسي وقربنا للبلاصه فين ساكن. نزلنا وكملنا على رجلينا. وقفنا من البعيد ومخبين. قال لي عثمان راه هي الفيلا ديال علي. واعا كي دايره بقيت غير كنشوف فيها
الحارس هو والكلب ديالو. دابا خاصنا ندخلو بلا ما يشوفنا الحارس بلا ما ينبح داك الكلب. قلت ليه نبداو، قال لي مشاش وجد راسك. يلا درت الخطوه الاولى، كيصوني عليا الوالد. لاباس بعدا فكرني باش ندير سيلونس. اول مره زهري زوين. ترى كون صونا وحنا داخلين الفيلا راه الموت بعينيها. جاوبتو السلام لاباس. المهم هضرنا عادي وفي الاخر تيوصي فيا ما ديرش مشاكل وما توصلش لبنادم، ولكن اللي وصلك فرعه ورد بالك من كحراس. المهم حتى لهنا غادي يكون سال هذا الجزء. نشوفكم غدا في جزء اخر. ما تنساوش لايك وكومونتير وتبارطاجيو لاشين. شكرا.